هنعمل النهاردة حلويات سهلة وبسيطة جدا، اي حد ممكن يقدر يعملها. بصوا انتوا تحسوا كده ان هي عاملة زي الكريم كراميل، وهي فيها كريم كراميل بس هي مش كريم كراميل. طعمها مختلف تماما جدا عن الكريم كراميل. سهلة وبسيطة جدا جدا، مش بتحتاج وقت في التحضير، وفي دقايق هتحضريها. هي خطوة واحدة بس هنعملها وهنطلع بالقالب الجامد اللي انتوا شايفينه ده. القالب ده اواني يا جماعة، هيرطب علينا في الجو الحر اللي احنا مش فاهمينه ده. يلا بينا نسمي الله ونشوف الوصفة معانا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت. اول حاجة عايزين نركز في المكونات بتاعتنا دي كويس. زي ما انتم شايفين هي سهلة وبسيطة جدا واي حد يقدر يعملها. اول حاجة معانا عدد واحد باكت بسكوت. بسكوت سادة بقى، ممكن تجيب بسكوت زبدة او اي بسكوت انت عايزاه. زائد 2 عدد موزة، حتى لو الموز عندك اللي هو الاسمر ده برضو يمشي حلو، مفيش مشكلة. نص كوباية من السكر. عدد واحد بيضة بس كنت ناسياه بصراحة. واحد باكت كريم كراميل جاهز. وطالما حطينا بيض يبقى لازم نحط تذكرتين من الفانيليا. ومعايا كوبايتين من الحليب، بس انتي كمية الحليب هتبقى معاكي بناء على مقدار الحليب اللي مكتوب على عبوة الكريم كراميل اللي معاكي. هجيب بقى قالب كبير او قالب صغيرة. الكريم كراميل الجاهز بيبقى معاه الباكت ده بتاع صوص الكراميل. تمام، انا هدوبه بس كده في معلقتين ميه على النار وهسيحه. بس في بعض البراندات مش بتبقى حاطه كيس صوص الكراميل ده، فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب نص كوبايه من السكر مع عليها نص كوبايه من الميه ونكرملهم على النار. هننزل الاول بنص كوبايه السكر لحد ما تتكرمل، وبعدين هنضيف عليها نص كوبايه من الميه. انا هنا ضفت معلقتين اتنين بس من الميه على الصوص الكراميل اللي معايا عشان بيبقى جاي جامد كده. حطيتهم على النار لمده دقيقتين لحد بس ما بدأ يفور معايا كده، وكده هو صوص الكراميل معايا جاهز. هحطه بقى في القالب الكبير او القوالب الصغيره اللي متوفره عندي. هسيبهم بقى على جنب. هاجي بقى للخطوه السهله جدا ان هي الوصفه كلها يعتبر. هجيب الخلاط بتاعي، وزي ما قلت في الخلاط هتحضريها. هحط في الخلاط البسكويت اللي انا جايباه، وبعدين انزل عليه بظرف الكريم كراميل، وانزل بالسكر. وبعدين هجيب الموز اللي معايا. على فكره الموز ده بيساعد على القوام يبقى كريمي او متماسك. بعدين هنزل بالبيضه، وهنزل بالفانيليا على طول، وبعدين هنزل بالحليب اللي معايا، واضربهم كويس جدا جدا على سرعة عالية. لازم انعمهم كويس جدا جدا يا جماعة. ده شكلهم بعد ما ضربتهم في الخلاط كويس جدا. شايفين القوام تقيل وناعم ازاي؟ لما نيجي نرفع المعلقة كده ينزل خط متواصل كده، مش خط متصل كده. شايفين القوام؟ وبعدين بقى لازم اعديه على مصفى تكون ضيقة او مصفى سلك. اولا عشان نخلص من البابلز اللي عليه من فوق دي، ثانيا عشان ما يبقاش فيه اي شوائب ويبقى كريمي كده. شايفين بقى هنا بعد ما خلصنا الكمية، الموز اللي احنا كنا حاطينه كان فيه بذر، فالبذر ده ما كانش ينفع يبقى في القالب خالص. وبس هي كده الوصفة خلصت. فاضل بس مرحلة التسوية، ومرحلة التسوية مفيش اسهل منها. هنجيب صينية ويكون الاحراف بتاعتها عالية، وهنحط فيها القالب اللي معانا ده. حتى لو انتي حاطاه في قوالب صغيرة برضو هتعملي نفس الفكرة. وبعدين هنزل بقى عليها بمية مغلية. المية لازم تكون مغلية. مستوى المية يبقى لحد ربع الصينية من تحت. هدخلها الفرن على درجة حرارة 170 لمدة ساعة كاملة. درجة حرارة 170 لمدة ساعة كاملة. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. لما تيجي تهزيها كده تحس ان هي من النص لسه سايبة كده، مش بتبقى متماسكة قوي. هتدخليها بقى التلاجة لمدة 7 8 ساعات كده يعني. دي من اطعم الحلويات الباردة اللي ممكن تقدموها وتعملوها يا جماعة، سهلة جدا وبسيطة قوي. ده شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة. شايفين متماسكة جدا ازاي، كلها ماسكة في بعضها ازاي. هجيب بقى سكينة وهبدأ ان انا افصل بين القالب والكراميل في طبق التقديم. وهخبطها خبطتين بس كده، وهسيبها 5 دقايق كده مقلوبة علشان تفصل لوحدها. هي تفصل لوحدها متقلقوش. بس الوصفة خلصت والفيديو خلص. اتمنى ان انتوا تجربوها وتبعتونا تطبيقاتكم على جروبنا على الفيسبوك او على البيج بتاعتنا على الفيسبوك.
نتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام ختام، استودعكم الله.